هاد الشادو بان هي الحاجه اللي ضاره بزاف د الناس تيقول لك انا الكونت ديالي راه طايح في الشادو بان، كيفاش نخرج من الشادو بان، علاش طحت في الشادو بان. المهم هنا اللي بغيت نقول لك زعما الا شفتي الفولورز ديالك غاديين وكيطيحوا، او الريتش غادي وكيطيح، او الانجيجمنت غادي وكيطيح بواحد العدد اللي كبير بزاف، هنا شنو غادي خصك دير؟ خاصك تعرف بان راه المشكله في الكونتنت اللي كدير. مثلا نفترض انني كنكري واحد الكونتنت غادي بيه، كنت غادي واحد الوقيته شفت الفولورز كيطيحوا، هنا راه 100% المشكل في الكونتنت اللي كتقدم. دير واحد الحاجه في بالك بانه راه الا كان المحتوى ديالك خايب، راه عادي ان الريزلت غادي تكون خايبه. واحد المعادله اللي واضحه ومنطقيه بكل بساطه. وبالنسبه للمساله ديال الشادوبان هي واحد الاشاعه اللي غالبا غيكونوا طلقوها واحد الكونتنت كرييترز، بقاو تيسميو هذه القضيه ديال الشادوبان. علاش؟ حيت ما كاين حتى شي ارتيكل بروفيسيونيل زعما حطاه ميتا او لا انستغرام كتهضر على الشادوبان. بالاضافه لان ادم موسيري الديريكتور ديال انستغرام او السي او ديال انستغرام بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش، ما عمرو خرج في شي لايف او لا شي ستوري او لا شي ريل حطو في انستغرام وقال لهم راه كاينه واحد الحاجه سميتها الشادوبان. حاجه وحده اللي كيقول هو حنايا في انستغرام الدور ديالنا هي نحاولوا نطلعوا للناس بداك المحتوى اللي كيقلبوا عليه، ونحاولوا نخليهم يدوزوا الماكسيموم ديال الوقت. يعني الا كان الكونتنت ديالك كيحترم هاد المعايير هادو، فراه غيطلع. ما كايناش شي حاجه سميتها الشادوبان، ما كايناش شي حاجه سميتها الالغوريثم راه ما كيحملنيش، او لا ما كايناش شي حاجه اللي سميتها شنو هي احسن استراتيجي باش ندير هاشتاغ، ولا عطيني السميه ديال احسن استراتيجي باش ندير الهاشتاغ، او لا شي حاجه سميتها شنو هي احسن وقت باش نبوستي باش الفيديو ديالي يمشي فايرال ويجيب ليا ماشي يجيب لي فيوز. ودائما غنرجعوا لواحد القضيه، منين تلقى شي مشكل في الجروث او لا في الريتش او لا في الانجيجمنت، غترجع للكونتنت اللي كتحط، غتحاول تشوف الاستراتيجي اللي غادي، ياك ما ديك الاستراتيجي اللي كنتي حاط ما بقاتش غادا، ولا ما بقاش كتجيب اوكل، او لا ما غاداش مع لي زوبجيكتيف اللي انت حاطهم. بحال دابا مثلا ما نحاولوش عاوتاني نخلطوا ما بين لي زوبجيكتيف. مثلا الا كان عندي اوبجيكتيف ديال البيع، فراه غالبا غيكون عندي الريتش طايح، غيكون عندي الانجيجمنت طايح، مقارنه مع انني كنبيع. مثلا كنت كنعطي غير نصائح واحد لقيت وليت كنبيع، راه عادي ان غتلقى شويه انجيجمنت والريتش كيطيح. ولكن الا كان انا عندي الجول ديالي من صناعه المحتوى هو انني نجيب سيلز، هو انني نبراندي راسي وكنحقق هذا لوبجيكتيف، فانا ما سوقيش في ان داك الطول ديال لونغاجمون ولا ديال الريتش راه طاح. علاش؟ حيت بكل بساطه انا كنولي عندي توجه اخر اللي هو انني نشوف السيلز ديالي واش غاديين مزيانين. الا كانوا غاديين مزيانين يعني راه حاط واحد لوبجيكتيف صحيح وواحد استراتيجي اللي صحيحه. ديما تنقول عاود نركز على واحد القضيه، راه احسن استراتيجي هي اللي كتماشى مع الاهداف اللي حاط. فهمتوني شنو بغيت نوصل لكم؟ الا كنتي بصح مهتم بانك تخدم على البيرسونال براند ديالك، زائد انك تكري واحد الشورت كونتنت اللي ماشي غير كيمشي فايرال وكيجيب لك لايكس، انما يعاونك باش حتى تكبر البيزنس ديالك. عندك واحد الحاجه اللي كبيره وزوينه بزاف، عاد لونسي توربو جروث كوميونيتي اللي غتلقى فيها دورات ديطايي على البيرسونال براند واخر الاستراتيجي اللي خدامين في الكونتنت. بالاضافه غيكونوا لايف سيشن معايا ومع الطوب ديال الكرييترز في الدومين. وزيد على هذا الشيء كامل غادي تكون واحد الكوميونيتي برايفيت اللي كنهضروا فيها وكنشاركوا فيها كاع الاراء اللي عندنا. يكونوا مجموعين فيها واحد الكونتنت كرييترز او بيزنس اونرز اللي كاملين عندنا نفس الهدف. وهذا الشيء كامل باش نبارطاجيو ليكسبيريونس وكاع الحوايج اللي غيفيدونا باش هكا نكبروا كامل. وغير باش تعرف هذا الشيء كامل غير واحد 20% من داك الشيء اللي مخبي لكم في وسط هذا الكوميونيتي. بالاضافه الا مشيتي تعلمتي وطبقتي داك الشيء اللي غيكون في هذا الكوميونيتي، كون متاكد 100% بانك غادي تحصل على نتائج. بالاضافه على ان كل واحد غيحقق شي نتائج اللي كبار، غير ربح معايا اكسس باش يصور الكونتنت ديالو في الاستوديو ديال ارتيسكيب ايجنسي، وانا والتيم ديالي بطبيعه الحال غادي نعاونوه في الانتاج ديال المحتوى ديالو. بركه ما تضيع في الوقت، كليك على اللينك اللي في الديسكريبسيون، دير جوين ونشوفك تما.